عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وكدوزوا هاد الايام في العطلة الصيفية وانتم في اتم الصحة والعافية، ونكون انني كنفيدكم بهاد الفيديوهات ولو بالقليل. كيف ما وعدتكم في الفيديو السابق غادي نشارك معكم البيت اللي كريته في السطيحات، بالضبط في السطيحات، بعد المعاناة اللي عاودت لكم في الفيديو السابق. نتمنى انكم ترجعوا الفيديو السابق باش ما تطيحوش في هذا المشكل اللي طيحت فيه انا. يعني الكرا في الشمال راه قليل 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 بزاف بزاف، بالاخص في هذه الاماكن. يعني انا مشيت قصدت الاماكن اللي ناقصه شويه بالعدد ديال الناس، يعني مشيت نشمع على امطار ما معروفينش هاد بالضبط امطار اللي كنت باغيه نكري فيه ما معروفش، وما كان مزيون البحر ديالو مزيون، ولكن ما يسرش ربي. تصدقت مشيت للسطيحات بقيت هواده. راه الفيديو السابق راه معاوده لكم القصه. هنايا كريت في السطيحات، بالضبط في السطيحات. ثمن هاد الشقه 300 درهم. اللي بغى هاد الشقه وبغى يضمن الكرا قبل ما يجي، هنا نخلي لكم النمره ديال السيد في صندوق الوصف. انا غير زعما غير على حساب باش يعني ما تدوزوش التمارين اللي دوزت انا. الدار المهم لا باس بها، معنا من عملوا هذه الصيف الواحد كيقضي الغرض. المهم الثلاجه خدامه، كاينه السخانه ديال الضوء، يعني السخانه ديال الماء هو داك الماء سخون. صافي الامور يعني نقيه ما بها شي. بالنسبه لهنايا هذا هو الشاطئ ديال السطيحات. هذيك الكافي اللي وريتكم في الداخله ديال الشاطئ تما فين كنفطروا. الفطور تما مزيان، كاين الرغايف، كاين تشرو، كاين اتاي القهوه وصافي. وهنايا فطرنا ودخلنا للشاطئ. الشاطئ ديال السطيحات من بين اجمل الشواطئ اللي كاينه في الشمال ديال المغرب. يعني عجبني البحر ديالو مزيون. الرمل ديالو ماشي بحال الرمل ديال اللي كنا شفنا في الفيديوهات السابقه ديال تطوان وطنجة وداكشي. يعني عندهم الرمل صفار ونقي، هذا الرمل ديالهم شويه كحل بحال حجيره تطوين، ولكن بحر ما شاء الله رائع غزال. غير هو واحد الملاحظه بالنسبه للاطفال الصغارين، اللي عنده اطفال صغارين يرد البال مزيان، لان هذا البحر يعني غير كتدخل واحد 3 4 الخطوات كيغرق البحر. يعني ما فيهش تشالي بزاف. كيف ما كنصور معكم هذه هي الرمال هذا البحر هذا. الرمال بحال اللي كحله فيها شويه الحس، ولكن ماشي مشكل. يعني في الداخل ملي كتدخل ما كتجبرش الحجار ولا شي حاجه. يعني ماشي ضروري انكم تلبسوا يعني الاحذيه الخاصه يعني ديال البحر اللي فيه الحجار، وما كاينش الحجار للداخل. بحر كيف ما كتشوفوا صافي نقي كيحمق ما شاء الله. انا كنحاول نقرب لكم النمنيات، وما كتلاحظوا كيف ما كتلاحظوا معايا حتى كيبان الحجر ديال البحر من تحت. الحجاره ستيت قلت لكم يعني ما كيضروش نهائيا. هاد الموطع هذا هنايا كاين بزاف الانشطه في هذا الشاطئ، عجبني بزاف. بالنسبه للاطفال ما غيكونطوش نهائيا، وحنا كذلك الكبار. كاين هاد يعني فحال هاد اللعبه هذه اللي كتنفخ كيعملوها في البحر مزيونه. هنايا كيكريوها بثمن ديال 40 درهم للساعه، 40 درهم للساعه. وبالنسبه للنهار كامل 70 درهم. وكاينه هاد لي كاياك هادو بالنسبه للثمن ديالهم 30 درهم في الساعه. المهم كاين انشطه متنوعه. كما كتشوفوا كاين هاد البيدالو هذا. هذا عجبني، انا عملت تدويره به. الثمن ديالو هو 70 درهم للساعه. صراحه مزيون. في هاد طوبوغون بالنسبه للاطفال، يعني كيتزلقوا كيهودوا كيضربوا سالطوس من الداخل. يعني كما كتشوفوا البحر كل ما كتدخل للداخل كل ما كيكون المياه صافيه، واحد المنظر الانسان كيرتاح وكيطلق عينه في في هاد الجماليه وهاد يعني شنو غادي نقول لكم. انا بحر شي حاجه عندي بالنسبه لي شي حاجه كبيره، كنحس بواحد الراحه النفسيه كبيره ملي كنجلس قبالة البحر. الملكوت الله سبحانه وتعالى واحد الحاجه مزيونه بالنسبه يعني الانسان اللي كيبغي يفوج ويعني ينسى الروتين ديال اللي دوزنا العام كامل مع وليداتنا. وهذا هو زعما الاحسن مكان هو بحر. كما كتشوفوا المياه هنايا صافيه. ننصحكم انكم تعملوا جوله بهذا البيدالو هذا. كما كتشوفوا معايا هو هادو. دخلنا قربنا لهذيك يعني اللعبه اللي قلت لكم داخل البحر. بالنسبه لهذه اللعبه بالنسبه لولادي انا دخلوا لي لا حسوا بالدوخه. يعني الاطفال المهم قالوا لي حسوا بالدوخه، ما عرفتش علاش. المهم تردوا بالكم الا كنتوا عاد داخلوا وليداتكم صغارين، يعني حاولوا ترافقوهم باش الا جاتهم شي دوخه ولا شي حاجه تكونوا يعني نردي البال معاهم. كيف ما كتشوفوا هاد البيدالو هذا مزيون. يعني دخلنا لداخل بداو كيعملوا يسالطيو من تمايا كيهودوا بديك طوبوغون. يعني مزيون والثمن ماشي غالي، يعني الثمن كان مناسب 70 درهم وصافي. هذه هي الجوله ديالي في السطيحات. كانت صراحه رائعه. دوزنا النهار. من بعد دوزنا نتغداو في واحد المكان، وفضلت انني نصور معكم حيت عجبني. بحال اللي كنقول لكم كنشارك معكم غير الاماكن اللي مزيونين، لان باش ما تندموش يعني تمشيو شي بلاصه وتندموا عليها، حيت
كيف ما صورت معكم في جا بومبا ديال بيترومين. هو جينا من السطيحات تقريبا كنا داخلين نوادلاو، حيت حنا العشيه كنمشيو نوادلاو ونتساراو فيها لان السطيحات ما فيها حتى شي حاجه في الليل. المطعم مزيون، اختصاص ديال الشوا عندهم، يعني عندهم الكفته الكبده اللحم جداد، يعني الشوا هو اللي مختص بهم. ولكن مع ذلك عندهم تاكوس بانيني العصائر اللي بغيتو كاين. كما كتشوفوا طلبنا هنايا الكفته وجداد، كان صراحه في المستوى داكشي نقي صراحه مزيون. بانيني كذلك مزيان، كفته يعني البيتزا كلشي كان مزيان. بالنسبه للكفته كانت 180 درهم الكيلو، جداد 160 درهم، تاكوس 35 درهم، شي تاكوس هذيك بانيني 35 درهم، بيتزا 40 درهم. وصراحه كانت لذيذه ماكله ومزيانه ونقيه وفي المستوى. كاين هنا المكان ديال اللعب ديال الاطفال، يعني ولادكم ما غادي شي قونطون. وصافي هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى انني نكون فيتكم ولو بالقليل. اللي بقى معايا حتى لهنا ما ينسانيش من اللايك ديالو. واذا عجبتكم القناه مرحبا تفضلوا واشتركوا في القناه، وشكرا والى الفيديو قادم ان شاء الله.